ازاي تبني استراتيجية اورجانيك جروث تخليك تظهر في اي اي سيرش ومحركات البحث التقليدية زي جوجل وغيره؟ المشكلة ان ناس كتير لسه بتتعامل مع الاس يو كانه كونتنت او شوية كيوردز وباك لينكس، لكن الحقيقة غير كده. في عصر الاي اي سيرش الموضوع بقى اقرب لبناء انفراستراكشر كاملة، مش مجرد كونتنت استراتيجي. خلينا اوضح نقطة مهمة، في فرق كبير بين انك تتصدر وبين انك تفهم. الرانكينج ممكن يطلع وممكن ينزل، لكن لما الاي اي سيستم والسيرش انجن يفهموا البيزنس بتاعك ويفهموا الانتيتيز اللي انت بتتحرك بيها ويفهموا النتورك نولج اللي انت بتدور حواليها، ساعتها الظهور بيكون تراكمي مش بس مؤقت ومش ترند وخلاص. عشان كده الاورجانيك جروث استراتيجي الصح لازم يكون يسبقها برودكت ماركت فيت، لان الاس يو او الجي او او وات ايفر او الجروث عامه بيضخم الامر الموجود لكن مش بيخلقه، وبالتالي لازم يكون في بيزنس موديل واضح يسبقه برودكت ماركت فيت، يكون في ماركت ديماند حقيقي موجود وفي طلب يعني في السوق، والحجم السوق الكلي مفهوم، وكذلك في ارقام واضحه تقدر تبني عليها زي التوتال ادريسبل ماركت وهكذا السام والصام، واللي بناء عليها بتحدد الجابس اللي في السوق والانتر بوزيشننج او الجاب اللي هتدخل منها السوق، وبعدين تبني بقى انتيتي ستراكشر ويب سايت انفورميشن اركتكتشر، وطبعا تكنيكال فاونديشن الموقع وجراث انجن فعلا يحقق لك كونفرجن كويسه ويعمل اوثورتي اكسبانشن حقيقيه. فساعتها انت مش بتعمل اس يو، انت بتعمل اورجانيك جروث انجن يقدر يعيش مع الجوجل سيرب او نتائج البحث في جوجل وكذلك في الاي اي سيرش. السؤال الحقيقي لاي شركه دلوقتي، هل استراتيجيتك مبنيه على انك تتصدر في كلمات مفتاحيه معينه، ولا مبنيه على انك تبني اوثورتي حقيقيه في مجالك يفهمها الاي اي سيستم وكذلك محركات البحث التقليديه؟ شاركنا رايك، ولو حابب تشوف الشرح الكامل اللي قلناه الفيديو موجود على القناه. شكرا، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.